احكي لكم موقف قصير كده حصل مع ابويا اول امبارح احنا دايما ايه بنجيب من راجل بيعدي ده انابيب دايما مش بعيد. هم عارفين ابويا. فالراجل ده طلع على الانبوبه، الانبوبه ب 95 جنيه بخام، الانبوبه ب 95 جنيه. فقام اول ما حطها له الراجل ما كانش معاه فك ولا احنا معانا فك. فراح ابويا اداله 100 جنيه، قال له طب انا والله مش معايا 5. ابويا بقى اللي هو ايه مش معاه 5. وهو زنهر كده فاهم، وانا احمر بقى اللي هو مش معاه 5 دي حاجه بعيده برضه شويه. فراح قال له طب مش فاهم يعني اعمل ايه مش معاه 5. قلت له خلاص يا عم روح، وكده كده ايه بنتقابل يعني ما نغيرش انبوبه غير من عندك. فراح قال لي ماشي يا صاحبي اروح. فانا اول ما نزلت بقى وهي كان فاهم عايز يديني بوبونيه وهو واقف بس انا اقفل الباب. راح اول ما الراجل بس قافل الباب قال لي اجري وراك 5 جنيه. ال 5 جنيه طب خد رقمه وخد 5 جنيه. خد رقمه والله العظيم هينسى بتاع الانابيب يا ابني، هو غير كل واحد يوم يا ابني انت عبيط، ده بغير مش هاكل انابيب والله هينسى. اجري خد منه 5 جنيه. فانا خدت ابويا على قد عقله وقلت له ايه ماشي ماشي انا بص دي 5 جنيه دي عندي. فجاي بعدها بيوم على طول الراجل بتاع الانابيب جاي من نفس الشارع كده، راح قام واقف في البلكونه قال له تعالى بيه ال 5 جنيه ال 5 جنيه تعالى بيه. وهو يقول له مين؟ وانا بس كده واقف جوه بقى والجيران بتتفرج. يقول له تعالى بيه 5 جنيه. اقول له فيها خش جوه اسكت انت ال 5 جنيه الولد ابو شعر اللي قال لك ال 5 جنيه اطلع عليه ال 5 جنيه. فانا بقول له يابا عيب يابا عيب. بص بقى مره ابويا كان جايب لحمه في عز ما اللحمه ايه كانت غاليه، كان جايب حبه لحمه محترمين يعني زي 5 كيلو لحمه كده. فالمهم الراجل بتاع الخضار جه وانا واقف ايه وانا واقف في البلكونه. المهم انا واقف ايه في البلكونه فوق، فواقف في البلكونه فوق هو شايف الراجل بتاع الخضار راح ركن شنطه اللحمه ايه تحت البيت وانا واقف في البلكونه. فاهم هو راح جاب كده بتاع الخضار وشنطه اللحمه بعيده عنه كده. فانا واقف كده ما انا مش عارفش ان هي لحمه، انا عارف منين. راح الكلب عدى راح خدها وجري. ابويا واقف بتاع الخضار يبص كده كل شويه ياكل على شنطه اللحمه وكان شاكك الكلب ياخد شنطه اللحمه هو شاكك في حرام ولا حاجه. فبيبص كده لا يا عيني بقى تحويشه عمره والكلب واخدها. ده ترجع من الشغل الكلب واخدها وجاري كده بقى، الكلب واخد اللحمه وجاري و5 كيلو لحمه بقى وابويا دافع فيهم بتاع 1000 وي. فهم بص لي كده وهيعيط بقى بس اللي كده تحسن انت يا كلب انت نجري وراه. فالمهم يا جدعان انا اتقهرت بقى بجري وراه انزل اجري ورا الكلب قبل انت فيها لحمه. انا قلت برضه عادي فيها لحمه مش حرام محروم باللحمه. فانا نزلت بقى ونزلت بقى جريت وراه. اول ما نزلت لقيته هو واقف. طب ما تجري وراه انت، هو واقف مستني اجري. ده اللي هو تقريبا هو سباق. فانا قمت جريت وراه وبتاع لقيت الكلب حاطط حته اللحمه في الجنينه ولسه يعني هيتهنى بيها. رحت انا قربت عليه كده راح خدها وفضل يجري وانا اجري وهو يجري وانا اجري وهو يجري والله العظيم لحد ما كنت اكحول على وشي. راح قام رمى لي حته اللحمه في جنينه وسابها لي ومشي لما عرف ان انا عايز حته اللحمه. وانا بجري وراه اصلا بقول له ارمي حته اللحمه وسيبها. اصلا ابويا رجعت له من غيرها زي كاني سبت شرف بره. ابويا رجعت له من حته اللحمه هيقتلني. فانا بجري بقول له ارمي حته اللحمه وسيبها. راح قام رماها لي في جنينه. فانا رحت مسكتها كده لقيت مكان سنانه بقى وبتاع معناه ان هي اتسممت ولقيت شجر. فانا رحت برضه بس ابويا برضه عامل ايه. فانا رحت مسكت حته اللحمه كده من الجنينه ورحت رجع له بقى حته لحمه حمراء كده في انت شايل ميت زي العيال الصغير بقى. ولو شايل ميت كان هيبقى على قلبه احسن من كده. بالذات لما شاف الخرمين اللي فيها دول. ما شفتش انت الخرمين دول بقى، الخرمين دول ثقبين في القلب. اول ما شاف حته اللحمه كده راح استلمها مني كده مسك حته اللحمه كده وقام يعني لما كده قال انا اعملها ولا انا اللي اعملها خد. انا الحته دي وانا اعملها خد وديها. فانا امي بقى انا امي اصلا ايه قريفه. فاما شافت حته اللحمه قامت قالت انت عبيط ولا ايه؟ نعملها ايه؟ راح قال لها هنعملها طهريها في ميه وحط ديتول. كام وهي جايبه حته واحده بقى. فانا حطيتها في ميه وبتاع فاصلا الشجر معلم فيها غير السنان وبتاع. فراحت بقى قامت قالت لي خد حته اللحمه ارميها في الزباله. هو تقريبا ما سمعش الكلمه عشان نزلت رميتها في الزباله. رحت خدت حته اللحمه وانا اتسرعت بقى ورحت رميتها في صندوق الزباله. فهو امي اصلا قالت لي نرميها للكلب بس انا قلت خساره في الكلب ده اللي جاب قهر لابويا. فانا رحت رميتها في الزباله بقى وبتاع. ابويا كان هنا عليه سامي من الكلاب بعد كده. فانا رحت رميتها رحت طلعت البيت بقى. راح بقى جاي بعد كام يوم لا انا صحيح كان في حته لحمه كده 5 كيلو ما كلناش احنا لحمه بقى لنا كتير. انا جبت حته لحمه وما شفتش لحمه. فانا بقول له حته اللحمه انا حته لحمه اللي الكلب واكل منها. قال لي اه اللي اسمها كانت معلمه فيها دي. رحت بقول له يابا انا رميتها في الزباله الكلب واكل منها.
راح بصني كده بقى. فصل ولا نعوم؟ رميتها فين؟ بالله عليك قول رميتها فين؟ قول رميتها فين بس ما عايز تدور لو عليها. انا سمعته ما تقولش.